يا رب إنها أيام ثقال فهونها بلطفك، اللهم أرح قلبي بما أنت أعلم به، وضب في صدري بردا وسلاما وطمأنينة. يا رب ابعدني من مخاوفي ومن تعبي يا الله. اللهم قوني بك حين يقل صبري، اللهم كن معي حين لا أحد يرى ما بداخلي إلا أنت. ربي كن عوني وأعني يا الله. يا مساء الحلويات على احلى اخوات وصحاب، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل وصفه جديده مع بعض. الرز احنا عملناه مع بعض قبل كده، بس النهارده هعمل لكم طريقه فراخ حلوه جدا، يعني ما اقول لكم حلوه يعني حلوه، وكمان تنفع على سفرتك كده، على صينيتك، على طبليتك. بصي هتعجبك جدا وتعجب اولادك ان شاء الله. تعالوا بقى. اول حاجه هنجيب المقادير بتاعتنا. هنا حطيت معلقه كبيره من الصويا صوص، عليها معلقه كمان من دبس الرمان. معايا هنا كوبايه من الميه، معاهم كمان تلت كوبايه من الزيت، وتلت كوبايه من الخل. معايا حبهان مطحون، كاري، توم باودر، آه بابريكا، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وتوم صحيح، وذرة من القرفة، وحبهان مطحون، وليمونة ونص. كده تمام تمام والدنيا حلوة قوي. ومعايا كمان ذرة من الكاري، قصدي عفوا الكركم. هحط بقى معايا هنا هو معلقة كبيرة من الصلصة، عليها طماطميتين، عليها عود من البقدونس وعود من الكزبرة. حلوة قوي. انا نسيت اقول لكم ان انا زودت هنا بصلة، بس يعني الكاميرا فصلت وانا بضرب، انا نسيت احط البصلايه فحطيتها بقى في الاخر وانا بضرب. هحط التتبيله دي كلها او الحاجات دي كلها على بعضها، وهعصر الليمون، اهم حاجه اشيل منه البذر، وهضربهم كلهم على بعض. تمام كده تمام. حطي التوابل بحيث ان هي تتضرب مع البصل والثوم، هتديكي طعم حلو قوي التتبيله دي. حتى لو هتعملي فراخ مشويه فهي لذيذه جدا. انا عملت ايه؟ بصوا حمرت الدنيا زيادة عن اللازم، يعني هو اللون معايا زاد. زودت نقطتين لون احمر اللي هو الوان الطعام الصحية بس. بتدي، هي ادت اللون الفراخ اللي هي شبه الفراخ التندوري شوية، لونها محمر كده بس. تمام يعني ظبطت معايا الدنيا. وهنحط معلقة كمان كبيرة من الخل، نحط توابلنا ونحط الحاجات دي كلها ويتضربوا في الخلاط. بالنسبة للناس اللي ما بيحبوش يشوفوا شكل البصل، التتبيلة دي حلوة جدا ليهم، مش هتبقى باين اصلا البصل ولا طعم ولا اي حاجه. التوم بيدي نكهه حلوه قوي مع الفراخ. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. طبعا ما شافش الفيديوهات واول مره يشوف الفيديو بتاعه النهارده، فريت تنزلوا تعملوا لي لايك واشتراك وتعليق كده حلو زيكم. جربوا الوصفه الاول وبعد كده حطوا التعليق بتاعكم، ان شاء الله يكون محتوى القناه بتاعتي مفيد. انا منزلش وصفات زي ما قلت لكم قبل كده الا لما اكون مجربه، ويعني عن ثقة بيبقى طعمها جميل جدا. بصوا هنا انا بفتي بقى زودت لون طعام احمر، بصوا يعني حمرت الدنيا عن الايه زيادة عن الاخر. لا نقطة ما نفعتش، لا ازود التانية بقى، حمريها بقى على الاخر يا ام مالك. طبعا بقى ما تنسوش اهم حاجة اللايكات يا جماعة وتعليق حلوة جميلة، واعملوا مشاركة للفيديو بتاعي. خلاص كده ضربناها. كنت غاسلة الفراخ حلو جدا، مسكت بقى التتبيلة فوق وتحت وشمال ويمين. بصوا تبلتها. حابة تعملي التتبيلة دي وتسيبيها شوية، سيبيها هتتشرب وتبقى احلى. حابة بقى تعمليها وتسويها على طول، مش هتختلف، هتديكي نتيجة برضو وطعم حلو قوي. حطيها في الفرن وبعد ما تستوي دخنيها بقى بايه، بفحمية، هيديكي طعم جميل جدا. مش عايزة اقول لكم والله حلوة حلوة يعني بطريقة فراخ فاخر من الاخر. وبصوا يعني حتى لو عملتوها تتبيلة للشوي عظمة. يلا بقى نحطها بقى في الفرن، نسيبها شوية تتبل حوالي ساعة. لو مستعجلة سويها على طول. انا بقى ابتدي ادخلها الفرن. بعد كده هعمل الرز. انا هنا عندي بصلايه، انا بحب الرز البسمتي، اجيبه انقعه قبلها بنص ساعه، ميه مغليه، ومعلقه كبيره من الخل، معلقه معلقتين، مش يعني الدنيا مش هتبوظ معايا. ليه؟ اما بيجي يستوي في ساعات انواع من الرز بتبقى عامله زي الكاوتش، لا ده بقى بيطرى بيبقى حاجه جميله جدا. هنا البصلايه دبلت معايا، نزلت بسنه من الكركم، كمان ورق لورا. انتي ممكن تحطي التوابل دي كلها مطحونة، عندك مطحون حطي التوابل دي كلها مطحونة وكبري دماغك.
نبتدي بقى. بصوا انا البصلايه تبقى، انا مش عايزه البصلايه لونها يعني يبان تحمر، لا ابدا ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده البصلايه دبلت، نزلت عليها بورق لورا، كركم، حبهان مطحون. انا عندي هنا حبهان مطحون فضفت الحبهان المطحون. ورقتين او ورقتين ايه، لا ده قرنفل، يعني 3 فصوص من القرنفل. طبعا اكيد احط ملح، فلفل اسود، ادي شفتوا اهو نزل، وذره من القرفه كمان. ايه تاني ايه تاني يا ام مالك؟ مرقه دجاج اساس الوصفه بتاعتنا. بصوا الفلفل الاسود بقى وتوابلنا الحلوه الجميله، يعني اللي بتدي نكهه للرز وطعم خطير. اهم حاجه مرقه الدجاج بتاعت فاين فود، يعني مش عايزه اقول لكم بتغير الطعم وتخليه مشكله مشكله يعني. الرز ده بتبقى طعمه حلو جدا يا جماعه، جربوه ان شاء الله يعجبكم. هنا نزلت بالرز، انا ما كانش عندي هنا، ما عملتش رز بسمتي، بس عملت الرز الابيض، مفيش مشاكل وشغال معانا والدنيا حلوه جميله. واحنا برضو نقدر نخترع ونشكل كل حاجه على حسب الامكانيات بتاعتنا. خلص الرز البسمتي ميله، ما عملش الاكل، لا عملت كمان بالرز اللي هو ايه المصري بتاعنا المليون في المية. بصوا حاجه كده جميله. بصوا ابتدي اديهم تشويحه، وابتدي اشوف بقى ايه التوابل اللي ناقصه. انا هنا لقيته مش مصفر قوي، اديته ايه سن الكركم كمان. ايوه طبعا لازم نتصرف يا جماعه. اديها تشويحه بحيث ان الميه تتشرب، يبقى مغلف كده بالتوابل، ياخد ريحه التوابل. وايه كمان، ويبقى الرزايه متشمعه بالسمنه. حلو قوي. بصوا انا حطيت مثلا على كوبايه الرز مكعبين، مكعبين 3. ممكن بقى لو انا حطيت مكعبين او 3 مكعبات استبدل محطش ملح. حلو. بصوا بقى لونه كده جميل وحلو قوي. عندي كمان بسله، يعني بصوا انا هدخل خضار للولاد باي طريقه. هنا بقى اضيف الميه المغليه. انا عندي طبعا عارفين ان البسله عندي في الفريزر جاهزه على طول، فهستنى لما هو يتشرب هقوم ضيفوها فوق الوش كده، بحيث ان هي مش هتاخد معايا تسويه يعني كتيره، هي مفيش ربع ساعه وهتكون استوت معانا. الرز ميه مغليه، احلى حاجه اما تضيفي الميه مغليه على الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو قوي. انا هنا دقته ما شاء الله، مش محتاج حاجه، لقيته محتاج سيكه ميه. هو يتشرب من هنا، هضيف على الوش ايه البسله بتاعتنا. بصوا ما شاء الله يعني حاجه جميله كده، حاجه فاخر من الاخر. اتمنى لو بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش لايكات للفيديو، اشتراك طبعا. مش عايزه اقول لكم قلبنا بقى وهنبتدي نغرف الاكله بتاعتنا التمام زي ما انتم شايفين. احلى فراخ هتاكلوها من ايد ام مالك على طريقتي. معانا هنا خيار والليمون اللي احنا عاملينه، حاجه كده عظمه وفاخر من الاخر. اتمنى ما تنسوش لايك بتاعي، دعوة حلوة من القلب. بشكركم لو بتشوفوا فيديو بتاعه لحد دلوقتي. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.